كرة عالية والحاج بالراس الجهة اليسرى. حافظي كيبر الكرة، ما كاينش فيها تسلل، الكرة الأخيرة كيكسروا خطة التسلل شطيبي. الهدف الأول للرجاء عن طريق محسن متولي وشطيبي الثنائي اللي كيصنعوا كيكسروا خطة التسلل لنجاح النادي وجمعية شلف، وبالتالي الرجاء يسجل الأهداف. هدف مقابل لا شيء. نشوفوا الإعادة، شطيبي نسل بطريقة جيدة وكسر خطة التسلل، ومرر الكرة عند محسن متولي العميد الذي صار هداف المباريات الودية. شوفوا الإعادة رفقة الصالحي، لاحظوا الإعادة، لكن كان ممكن سمير. شوفوا الإعادة منذ التمريرة الأولى، لحظة خروج شطيبي بطريقة ذكية جدا. هدف محسن متولي وللأهلي الليبي وترجي الرياضي التونسي وإستر الفرنسي والأخوية القطري ثم نادي الرجاء. هنا محاولة، فرصة، تمرير بطريقة جميلة، والهدف الثاني للرجاء عن طريق ياسين الصالحي. هداف الرجاء يسجل من جديد بعد دخوله، تعود على التسجيل في المباريات الأخيرة ليبقى هو الهداف رفقة متولي. ياسين الصالحي كل يدور الرجاء الذي قلت أنه لأول مرة يقوم بعملية الاستعداد رفقة الفريق منذ البداية، غاب 3 سنوات الأخيرة، سواء بمشاركة رفقة المنتخب الوطني كرة الشاطئية أو بسبب الإصابة أو بسبب مشاركة المنتخب الوطني المغربي في كأس العرب اللي فاز بها، وكان هداف المنتخب الوطني المغربي لكأس العرب. ياسين الصالحي يسجل ثاني الأهداف بعد